Good morning, everyone. Welcome to this press conference. شكرا لك على السؤال. بعض الأحيان كيوقع واحد الخلط، يعني كنقولوا دائما فاش شي فريق كينهزم يعني أنه راه كاين أخطاء من الطاقم التقني أو من اللاعبين، فماشي بالضرورة. ما تنقولش هو لوكا ديالنا، ولكن ماشي هذه عامة، لأن عندنا بعض المرات واحد الفكرة ديال واحد الفريق فاش ما كيقدرش ينتصر ففورسيمون لأنه تداروا أخطاء. وبعض بزاف ديال المرات كيكون فريق ما قدرش ينتصر مع العلم أنه دار أشياء اللي خصها دار، وكانوا شي حوايج مثلا كيخصهم يكونوا أفضل، ماشي بالضرورة يكونوا وقعوا أخطاء. فكنظن لأن إلا رجعتي بيا المقابلة ديال أوكرانيا، المقابلة اللي كانت لعبات، الأخطاء اللي كانوا هو أن الفريق ما سجلش، مع أنه يعني اتاحوا له فرص كثيرة وعديدة وتسيدنا المقابلة، ولكن ما سجلناش. فهذه المقابلة هذه ديال المقابلة ديال كينيا وقعوا أخطاء، خصوصا في لازون 3 كان يمكننا نتعاملوا بطريقة أفضل، ولكن نتوما كتعرفوا بأن لازون 3 بالنسبة لواحد الفريق، خصوصا فاش كيلعب ضد واحد الفريق اللي كيكون متكتل دفاعيا، فكيخصها عمل كبير من أجل تلقى لي سوليسيون. وهذا هو أصعب عمل بالنسبة لأي فريق في أي نيفو كان، كيفاش يفك الشفرة ديال داك الفريق اللي كيتكتل، وهو العمل اللي كيتستلزم واحد الوقت طويل باش انه يمكن لك تلقى، هو اللي ما عندناش حنا. يعني لاحظنا بزاف ديال لي باس اللي كانوا جيدين ولكن كانت كتنقصهم لو تايمين او كنقصهم الحركه ديال اللاعب الاخر، وهذا كان عليه خصو تعامل او تدريب اللي تكون عندها واحد الفتره معينه باش كتسمح لذاك اللاعبين انه يكون داك الانسجام ويكون داك التناسق ويكونوا داك لي كومبين اللي في مساحات ضيقه واللي كيستلزموا واحد لو تايمين محدد ومعين، ان شونجمون دو ريتم محدد ومعين باش يمكن لك تفك الشفره ديال داك الخصم. للاسف حنا ما كانش كتوفر عندنا هاد الاشياء هذه، ولكن هذا ما كيمنع مره واحده اخرى من المجهودات اللي داروا اللاعبين ولا شيء. تسيدنا المقابله، كان ضروري اننا نسيدوا المقابله بحكم الزياده العدديه اللي عندنا كذلك، ولكن كذلك اننا حتى في الوقت ديال التعادل العددي فكان الفريق المنتخب الوطني كان افضل. الاهم شنو كاين هو انه المقابله شنو خدينا منها من بعد، يعني من بعد المقابله فاش كيوقع الهزيمه كيكونوا 3 ديال المفاتيح بالنسبه لي انا من اجل الاستعداد للمقابله الجايه بافضل طريقه ممكن. المفتاح الاول هو انك كتاناليزي وكتكوريجي الاشياء اللي درناها. المفتاح الثاني هو انك كتبوزيتيفي الاشياء اللي بدينا فيها من بعد المقابله مباشره اليوم الموالي، وبانك كتنزل عندي فيه المفتاح الثالث لو بلوتو بوسيبل اللي هو المقابله اللي جايه ديال غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غناخذوها بواحد العزيمه كبيره، ناخذوها بواحد التركيز كبير، ناخذوها بواحد الغيره على الرايه الوطنيه والدفاع على كره القدم الوطنيه. كنتمنى من الله واكيد بان ان شاء الله الرحمن الرحيم ونحققوا نتيجه ايجابيه وغادي نعوضوا ال3 نقاط اللي مشات منا بطريقه او باخرى. اول حاجه السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكما كيعرف الجميع يعني الاستعدادات ديالنا يعني كتمر في واحد الاجواء يعني اللي عاديه كما كيعرف يعني الجميع. يعني المقابله الاخيره يعني كانت هذيك الخساره يعني ما كناش كنتظروها، يعني تحكمنا في مجريات اللقاء. افتقدنا ديك اللمسه الاخيره، حاولنا اننا كما نقولوا نساو هذيك لا ديفيت ونزرعوا واحد الروح جديده اللي غتخلينا اننا نستعدوا لهذه المقابله بكامل الجديه وبكامل العزيمه باش اننا نحققوا لي 3 بوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لك على السؤال. شوف، هو في كرة القدم الحديثة يعني ما بقاش بكل صراحة الفوارق ما بقاش كثيرة بزاف، ما بقاش منتخب قوي منتخب ضعيف، فريق قوي فريق ضعيف، لأن كل شيء ولا كيخدم بنفس الطريقة تقريبا، كل شيء ولا عنده الظروف متوفرة، ولاو الناس والفرق والمنتخبات يعرفوا بأن لي 4 بيليي ديال الفوتبول سي لو كوتي مونطال تكنيك تاكتيكي فيزيك. كنظن بأن كلهم ولاو كيعرفوا كيفاش يتعاملوا من هذا الاتجاه هذا. الفوارق ما بقاتش، الفارق الوحيد اللي كيتدار هو سور لو تيران في 90 دقيقه، والعامل ديال الحافز والجانب المعنوي والجانب الذهني كيلعب دور كبير. لاحظتوا بان المنتخب الكيني كيفاش ان هذا العامل هذا مع الجمهور ديالو في وسط البلد ديالو عطى واحد الدفعه واحد الشحنه كبيره. كذلك الى لاحظنا المنتخبات الاخرى حتى المنتخب ديال زامبيا يعني حتى اخر الدقائق هو اللي منتصر على منتخب قوي اللي هو منتخب انغولا. المقابله ما تكونش سهله بتاتا كجميع المقابلات، كالمقابله اللي تجي من بعدها ديال ار دي سي. اي مقابله علينا اننا ناخذوها بجديه، وهذا بالنسبه للاعبين فهما لاعبين يعني
المسؤولين، لاعبين اللي ناضجين، لاعبين اللي كيعرفوا المسؤوليه اللي ملقاه على العاتق ديالهم. وهذه الامور هذه واضحه عندنا في المجموعه. اي مقابله كناخذوها بواحد الجديه كبيره، اي مقابله كناخذوها بواحد التعامل احترافي محض. اكيد ان المقابله اللي جايه ديال غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ناخذوها بنفس ليطا ديسبري. نتمنى من الله اننا نكونوا تحسننا في الجانب اللي منعنا باش ناخذوا النقط المقابله اللي فاتت، الا وهو الجانب الهجومي. وان شاء الله الرحمن الرحيم عازمين مره واحده اخرى باش اننا نعوضوا الثلاث نقط اللي ضاعوا لنا في المقابله اللي فاتت ضد المنتخب الزامبي ان شاء الله. كما كيعرف الجميع يعني الكره المغربيه يعني اللاعبين كياخذوا يعني قبل المقابله يعني امور عاديه جدا. نقدر مثلا كل فريق كيفاش كيتكونسونطر على المقابله ديالو. كاين اللاعبين اللي كيفضلوا انهم يسمعوا موسيقى، كاين اللاعبين اللي كيفضلوا انهم يبقاو مكونسونطرين بلا موسيقى، كاين اللي كيستمع القران. فيعني كما قلت يعني كل واحد كيفاش كيجيري هذيك الكونسونطراسيون ديالو. احنا بالنسبه لينا احنا كنتكونسونطراو مزيان، كان كل واحد كيتكونسونطرا على لاطاج ديالو اللي كيعطيها له الكوتش باش يظهر في افضل صوره وفي افضل جاهزيه باش يحقق الفوز ديالو في المقابله. بالنسبه للملوعه فعنده واحد العطب في اليد ديالو اللي منعته انه يكمل المقابله. كتعرفوا ملوعه خصوصا يعني واحد المده، هو من اللاعبين اللي مده هو معنا، اللي خدم معنا يعني تقريبا من السنه اللي فاتت، اللي كيعرف الاشياء اللي كنطلبوها منه لا من الناحيه الهجوميه ولا من الناحيه الدفاعيه. عنصر مهم وراه بين عليها كذلك في المقابله الاولى، كان عنصر يعني فعال وكان عنصر مهم داخل المجموعه، لا من ناحيه الطريقه كيفاش كيضغط على الخصوم، ولا من ناحيه كذلك المشاركه ديالو في لانيماسيون اوفونسيف. كان لنا حتى الخروج ديالو اثر علينا وبعثر لنا اوراق كثيره حتى في التوازن ديال المجموعه ككل. وراه بيد الطبيب، وإحنا إن شاء الله غادي نشوفوا اليوم وغدا كيفاش الأمور هذه تسري، واش يمكننا نعتمدوا عليه ولا لا. لا، لأن لا سيتوياسيون ولا لو سيناريو ديال المقابلة هو اللي جعلنا أننا نمشيو لا زون 3 بداك الطريقة ونوليو معولين عليها بنسبة 100%، لأن النقص العددي ديال المنتخب الوطني الكيني لما يقارب 45 دقيقة، التكتل ديالو في المنطقة الدفاعية بان بلوك تري تري با، هو اللي جعلنا اننا يعني نحتاجوا ان كومبورتمون اللي كيمشي تماشيا مع لا زون 3 اللي فيه لو جون ديفياسيون، اللي فيه لين دو، اللي فيه لو جو فلونتر دو، اللي فيه اشياء اللي كتجعل ان المنتخب ديالنا انه يلقى مساحات ويلقى فرص باش انه يسجل في اون سيتوياسيون اللي كتماشى مع هذيك الحاله. فكانت حاله خاصه كيخصها تعامل خاص وكيخصها وقت من اجل العمل عليه. اللي علينا اننا نديروه راه حنا درناه في الفيديو، بينا الامور كيفاش خصها تكون، بينا شنو اللي كان خصو يتدار في واحد الحاله، شنو اللي كان خصو يتدار في حاله اخرى. فاللي خصو يتدار حنا درناه. بالنسبه لسول لو تيران بكل صراحه ما كاينش الوقت باش اننا نعملوا عليه، ولكن اللي نقدروا نديروه راه حنا درناه. كنتمنى من الله باش ان كنظن على ان دابا لانفورماسيون راه دايزه عند اللاعبين، الا طحنا في ان سيتوياسيون باراي فنحتاجوا لهذا الشيء. ديك الساعه يبان واش استوعبنا وخدينا الدرس وطورنا من نفسنا. الا ما طحناش في ان سيتوياسيون باراي فكنظن على اننا غادي نخوضوا المقابله بالطريقه اللي خدنا بها المقابله الاولى او البدايه ديال المقابله الثانيه. Thank you very much. Thank you, Coach Tariq. Thank you, Amin. All the best in the match.